السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو النهاردة. في الفيديو اللي فات اتكلمنا على ال if statement وعرفنا يعني ايه if يعني ايه else وخدنا أكتر من مثال عليهم. تمام؟ طب تمام. درس النهاردة إن شاء الله هنعرف يعني ايه condition expression وهناخد مثال عليه. تمام؟ طيب حلو أوي. condition expression يعني ده مثلا اختصار لل if او هي نفس الاف ستيتمنت بس حاجه بسيطه. لو تعمل كود بسيطه وهتتشيك على حاجه مثلا زي المثال اللي اديتهولك المره اللي فاتت هتعمل تشيك على العمر. تمام، هتشوف مثلا المستخدم ده عمره 18 سنه او لا. تمام، طيب تمام. اول حاجه هنعمل متغير وهنسميه مثلا السن. تمام، عشان تتشيك على العمر او تعرف او تعمل كونديشن هل العمر ده او السن ده يساوي 18 او لا، وهل لو هو هيساوي 18 هتعمل حاجة معينة، او لو اقل من 18 هتعمل حاجة تانية. كنت بتعمل اف وتحط الكونديشن بتاعك وبعد كده الامر المطلوب يتنفذ، بعد كده else لو ما حصلش. تمام، زي ما انت شايف فوق قدامك. طيب هنا في ال condition expression الوضع هيختلف بحاجة تانية خالص. هنكتب مثلا، هناخد مثالين عن طريقة كتابة الكود. أول واحد إن احنا هنكتب اسم المتغير بتاعنا هو نفسه. تمام، وهنقول له أكبر من أو يساوي 18. تمام، وهنحط علامة استفهام. وهتيجي هنا هتقول له مثلا برنت. تمام، طيب تمام. تمام، ده الكود بتاعنا بصيغة الكونديشن اكسبريشن اللي هو ازاي عملنا اسم المتغير بتاعنا. كتبنا اسم المتغير. تمام، كتبنا السن بتاعنا مثلا او العمر. حطينا هنا الكونديشن بتاعنا اللي هو اكبر من او يساوي 18. بعد كده حطينا علامة الاستفهام دي. وهنا لو هو بيساوي او اكبر من 18 هينفذ الكود الاول اللي هو ده. تمام، هيطبع له هلو. تمام، اسف هنا دي. تمام، ولو هنا مش بيساوي او اكبر من 18 اللي هو السن مثلا 17 او 12 هيطبع له حرف ال N او نو. تمام، هنطبع كده عشان نشوف بنفسنا. قال لك هلو. طب مثلا انا لو كاتب في الابليكيشن بتاعي ان انا سن عندي 12 سنة مثلا او 11، طبع الحاجة التانية. تمام، زي ما انت شايف كده قدامك نفس الاف بالظبط اللي احنا استخدمناها في الفيديو اللي فات، بس يعني الكود بقى ابسط بكتير. فاهم؟ طيب ماشي. عندنا ممكن نبسط الكود ده ونخليه مثلا حاجة احترافي وأحسن من كده بكتير وبنفس اللي هي الكونديشن اكسبريشن اللي هو ازاي. أعرفك أنا ازاي. تعال نعمل الكود ده في متغير كومنت آسف. تمام، وهنعمل متغير جديد خالص. تمام، بأي اسم أنت حابب تسميه. تمام، سميه مثلا هتحط اسم المتغير بتاعك اللي هو بيتم تم تخزين فيه القيمة أو تم تخزين فيه العمر. تمام، وهتقول له نفس الطريقة أكبر من أو يساوي 18. تمام، طيب تعال نجرب نطبع دلوقتي وهنشوفه هيقول لنا إيه. احنا عملنا متغير جديد. أول حاجة احنا عملنا متغير جديد، بعد كده حطينا مثلا اللي هو المتغير بتاعنا اللي واخد القيمة بتاعة العمر أو السن. تمام، وحطينا الكونديشن بتاعنا اللي هو أكبر من أو يساوي 18. وهنا بنفس الطريقة قلت له لو أكبر من أو يساوي 18 اطبع هلو،
ولو مش بيساوي 18 مثلا اعمل الامر ده او نفذ الحاجة دي. تمام. هنا انت هتلاحظ ان هو ما طبعش اي حاجة او ما عملش اي حاجة، مفيش حاجة اتنفذت. تمام. لان انت هنا ما حطيتلوش امر الطباعة او ما حطيتش البرنت زي فوق. طب البرنت دي تحطها فين او تعملها ازاي؟ انت هنا عملت متغير جديد باسم جديد، يعني المتغير ده اخد القيمة اللي طالعة من الكونديشن ده، يعني اخد القيمة اللي هي المفروض كانت تطبع في برنت زي ما كانت هنا. يعني انت دلوقتي عندك متغير جديد تقدر تستعمله زي ما انت عايز، هيحمل القيمة اللي هي واحدة من الاتنين دول على حسب الشرط اللي فوق هيبقى فيه ايه. تمام. تعال مثلا هنطبع الكود ده مثلا او ننفذه عشان اوضح لك اكتر. تمام. طبع لك نو او نل. تمام. حرف الان. طيب انا لو السن بتاعي مثلا 22 سنة، تمام، هيقول لك هلو. تمام. يعني كده هنا انت عملت نفس الاف ستيتمنت. تمام. بس هنا اختصرت حاجات كتير قوي. تمام. تحت هنا عملت نفس الكونديشن اكسبريشن، بس يعني بطريقه مختلفه، اللي هو ان انت خزنت القيمه الجديده معاك في متغير جديد باسم تاني خالص، تقدر تستعمله زي في اي مكان او زي ما تحب. تمام. وده كان فيديو النهارده، وعرفنا يعني ايه كونديشن اكسبريشن. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك واشتراك في القناه. لو لسه عندك اي سؤال ممكن تكتبه لي في الكومنتات. سلام.